كلف حسين الشحات محاميه بتقديم شكوى للنائب العام ضد أحد المذيعين الشباب في راديو نادي الزمالك بسبب السخرية منه والإساءة له. أكد سيد مرعي وكيل أعمال أسامة فيصل أن آخر تواصل من الأهلي وبيراميدز مع موكله كان الصيف الماضي، وأن إدارة البنك ترغب في الاحتفاظ باللاعب حاليا. تؤكد مواقع رياضية زملكاوية أن ممدوح عباس قد يتدخل لحسم صفقة حامد حمدان لصالح الزمالك. ينتظر سيراميكا كليوباترا أي تواصل من الأهلي بشأن مروان عثمان لطلب الحصول على ثنائي على الأقل من الثلاثي محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى العش ضمن الصفقة. أكد سيد مرعي أن الأهلي سيتعاقد في يناير القادم مع رأسي حربة وظهيرين وقلب دفاع يلعب بالقدم اليمنى. تعقد شركة الكرة بالأهلي اجتماعا هاما جديدا لمناقشة مستجدات ملف الرعاية في ظل تلقي النادي عروضا ضخمة. ينتظر منتخب إيران منتخبنا الوطني في نهائي بطولة دبي الودية بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح. يصارع عمرو السلية الزمن للتعافي من الإصابة للإلحاق ببطولة كأس العرب. يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نيجيريا في نهائي الملحق الإفريقي المؤخر لكأس العالم بعد الفوز على الكاميرون. يفوض النادي المصري البورسعيدي غنام محمد لتدعيم صفوفه في انتقالات يناير. هناك مخاوف من غياب رونالدو عن مباراة البرتغال الافتتاحية في كأس العالم 2026 بعد تعرضه لطرد مباشر. نعى نجوم الكرة المصرية وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث سير. أكد أشرف قاسم أن أحمد سيد زيزو قدم واحدة من أفضل مبارياته مع النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر. نجح زيزو في فصل الضغط الجماهيري تماما عن أدائه، وهو لاعب مميز ولديه ثبات انفعالي. لام قاسم زيزو فقط بسبب موقفه على المنصة لأنه كان يمثل النادي الأهلي. يعاني نادي الزمالك من أزمة إدارية كبيرة أدت إلى انعدام الثقة بين الجماهير ومجلس الإدارة، خاصة بعد خسارة كأس السوبر. أشار قاسم إلى أن رحيل فيريرا مثال على الفشل الإداري الواضح، حيث لم يكن النادي يمتلك خطة لتعيين المدرب البديل. تساءل قاسم عن سبب قرار النادي رحيل أيمن الرمادي بعد التتويج بالكأس. ذكر قاسم أن الصفقات الجيدة الوحيدة التي أبرمها الزمالك قبل بداية الموسم هما محمد إسماعيل وأخوان ألفينا فقط. أكد قاسم أن شيكو بنزا وأحمد شريف وعمرو ناصر قد لا يكملوا مع نادي الزمالك بهذا المستوى، ويجب حل الأزمات المادية الداخلية أولاً. أكد شريف عبد الفضيل أن الأهلي يمتلك حالياً أقوى قائمة بين فرق الدوري المصري. توقع عبد الفضيل أن يقدم الأهلي أداء أفضل بعد التوقف الدولي ويحقق انطلاقة جيدة في دور المجموعات بدور الأبطال. عزى عبد الفضيل الدوافع الأخيرة للفريق لوجود مجلس إدارة جديد وتولي سيد عبد الحفيظ ملف الكرة وقدوم المدرب. يضم الأهلي مجموعة مميزة من لاعبي قطاع الناشئين يستحقون فرصة مع الفريق الأول، ومن بينهم عمر سيد معوض ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وبلال عطية. أكد مجدي طلبة أن حامد حمدان لاعب الوسط الفلسطيني لاعب مميز ويمكنه اللعب في أكثر من مركز وخصوصا المساك الأيسر وخط الوسط. أشار طلبة إلى أن تعاقد الأهلي مع حمدان سيكون مبنيا على رغبة حقيقية من اللاعب نفسه، ولن يتعاقد الأهلي معه لمنع انتقاله للزمالك. ذكر طلبة أن فرص مشاركة حمدان في قلب الدفاع قد تكون أكثر صعوبة لو استمر اليو ديانج. يرحب طلبة بإتمام صفقة حمدان، خصوصا أنه سيقيد كلاعب محلي ولن يأخذ مكان أجنبي. أكد محمود أبو الذهب أن الأهلي قد يكون في حاجة لخدمات حامد حمدان رغم الثخمة في مركزه بسبب المنافسة على عدة بطولات واحتمالية الإصابات. يرى أبو الذهب أن أي لاعب في مصر حاليا سيختار الأهلي على الزمالك بحثا عن الاستقرار والبطولات. أشار أبو الذهب إلى أن فرص مشاركة حمدان قد تكون أكبر لو انضم للزمالك بسبب نقص اللاعبين في مركزه هناك. صرح أسامة عرابي أن مدرب الأهلي مدرب جيد وبشائره جيدة، لكنه لا يرى بصماته واضحة تماما على الفريق حتى الآن ويحتاج لوقت أطول للحكم عليه. أرجع عرابي عودة الفريق لوضعه الطبيعي إلى رغبة اللاعبين في إثبات أحقيتهم بالمشاركة للمدرب الجديد. وصف عرابي حامد حمدان بأنه لاعب جيد جدا ولا يوجد ما يمنع انضمامه للأهلي. أكد عرابي أن مركز الوسط ليس الأولوية، بل المهاجم الصريح وقلب الدفاع والظهير الأيسر هي المراكز ذات الأولوية، لكن ضم لاعب جيد مثل حمدان مفيد للفريق على المدى البعيد.
أكد عرابي أن أعلن اللاعب رغبته في اللعب لنادي الزمالك سابقا لا يعني أنه زملكاوي، والرغبة متغيرة دائما، والأهلي تعاقد مع صفقات من قلب الزمالك سابقا.